السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله متابعين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة. كتاب جيم، كتاب بايبت، كتاب المعاصر. الفيديوهات موجودة على القناة. إن شاء الله هناخد مع بعض النهاردة إكزام 8 اختبار رقم 8 محافظة المنوفية من كتاب بايبت صفحة 326. وأول جزء معايا خاص listening الاستماع. بيقول لي هنا إيه؟ listen استمع انشز واختر ذا كوريكت عنصر الإجابة الصحيحة. بيجيب لي فقرة بستمع إليها جيدا، ومن خلال المعلومات اللي وردت عندي في الفقرة ببدأ أجاوب على الأربع أسئلة اختيارات. listen to me اسمعوني كده. الفقرة بيقول لي هنا to be healthy عشان تكون بصحة جيدة. you should sleep well لازم تنام كويس أو بطريقة جيدة. make sure تأكد you have a balanced diet إن أنت بتتبع balanced diet يعني نظام غذائي متوازن. eat some of all types of food تناول بعض من كل أنواع الطعام. don't worry too much ما تقلقش أو ما تتعصبش كتير. بيقول لي هنا إيه؟ أول حاجة، أول سؤال معايا بيقول لي هنا make sure يعني تأكد. you have a or an نقط diet اللي هو نظام غذائي. تأكد إن أنت بتؤدي أو ماشي على نظام غذائي إيه؟ balanced يعني متوازن، ولا boiled يعني مسلوق كده أو مغلي مسلوق، ولا فرايد ولا مقلي، ولا allergic اللي هي الحساسية. طبعا ان انت ماشي على نظام غذائي balanced يعني متوازن. رقم 2 eat some of all نقط of food تناول بعض من ايه للطعام. seeds اللي هي البذور. تيستس هنا اللي هي الايه جمع تيست اللي هو الذوق، يبقى الأذواق كلها. تمام. types يعني أنواع، ولا smells اللي هي الروائح، يبقى تناول بعض من كل أنواع الطعام. رقم 3 to be healthy عشان تكون بصحة جيدة يشهد يجب ايه هو لازم انت ايه play تلعب كويس، ده هيخليك صحتك كويسة. sleep لازم تنام كويس، ولا study تذاكر وتدرس كويس، ولا fry تقلي كويس. لازم ان انت تنام كويس عشان تكون بصحة جيدة. رقم 4 دون نقط too much ما تعملش ايه كتير. worry يقلق ويتعصب، bring يعني يحضر، go يذهب، ولا use يستخدم. طبعا لا تقلق كثيرا أو لا تتعصب كثيرا. don't worry لا تقلق. بعد كده الجزء الخاص بالمحادثة والحوار يقول هنا complete أكمل the following داله الحوار التالي. منى and ندى are talking about. منى وندى talking about يعني يتحدث عن تكنولوجي، بيتكلموا عن الايه؟ التكنولوجيا. هنا منى بتقول لها ايه؟ what are you reading ندى انت بتقرا ايه يا ندى؟ ندى ردت عليها منى قالت لها do you know much about technology هل تعرفين الكثير عن التكنولوجيا؟ يبقى هي بتقول لها انا بقرا عن الايه؟ بقرأ عن مثلا التكنولوجيا أو مقالة عن التكنولوجيا. يبقى هنا طالما السؤال في المضارع المستمر نفس الحكاية نفس الزمن هيبقى الإجابة I ومعاها am هتبقى I am والverb ing يبقى reading. يبقى I am reading أنا أقرأ an article بقرأ كده مقالة عن إيه؟ about technology. بقرأ مقالة عن التكنولوجيا. تمام. هنا منى بتقول لها بتعرفي الكثير عن التكنولوجيا. هنا ردت عليها فمنى سألتها سؤال. ندى قالت لها the type of technology I use every day is the internet اللي هو شبكة المعلومات الدولية أو الإنترنت. يبقى هي طبعا بتقول لها إيه؟ yes I do أيوة أنا أعرف الكثير عن التكنولوجيا. yes I do أيوة أنا أعرف الإيه الكثير. فهي بتقول لها بقى ايه انا بستخدم او نوع التكنولوجيا اللي انا بستخدمه اللي هو الانترنت. هي بقى تقول لها ايه نوع التكنولوجيا اللي انت بتستخدمه كل يوم؟ ايه نوع يعني ايه what type. what type يعني ما نوع of technology. ما نوع التكنولوجيا. do you use اللي انت بتستخدميه.
every day يعني كل يوم. تمام. ايه نوع التكنولوجيا اللي بتستخدمه كل يوم؟ قالت لها انا بستخدم الانترنت او شبكه المعلومات الدوليه. تمام. منى بتقول لها ايه؟ do you think it is the most important invention؟ تعتقدي ان ده invention اللي هو الاختراع، تعتقد ان ده اختراع مهم. تمام. او ايه هو رايك في most important invention؟ يعني ايه بقى اهم ايه؟ اهم الاختراعات. اهم اختراع ايه؟ طبعا بتقول لها ايه هنا؟ ردت عليها. فمنى قالت لها سؤال. ندى قالت لها because it help us study and do research، بيساعدنا ان احنا نذاكر ونعمل ايه ونقوم باجراء بحث. يبقى هي قالت لها ايه بقى؟ تعتقدي ان ده اختراع مهم اللي هو التكنولوجيا او الانترنت ده اختراع مهم؟ طبعا هتقول لها يس نعم. I think سو نعم انا اعتقد ذلك. فهي بتقول لها طالما قالت لها بيكوز لان، يبقى كان السؤال واي، ليه انت تعتقدي ان ده اختراع مهم؟ هتقول لها بيكوز it help us study and do research، بيساعدنا ان احنا نذاكر وكمان ايه do research يعني نقوم بايه باجراء بحث. طبعا هنا السؤال ايه؟ ممكن نقول واي ونسكت. هنا واي لماذا. يلا بقى الجزء الخاص بالقراءة. بيقول لي هنا ايه؟ reading comprehension قراءة القطعة. read the following اقرأ التالي then answer ثم أجب the questions على الأسئلة. my name is عماد. اسمي عماد. I am 14 years old. أنا عمري 14 سنة. I am allergic to nuts. أنا عندي حساسية من nuts اللي هي الايه؟ المكسرات. so I must be careful. لازم ان انا اكون careful يعني حريص. what I eat الحاجة اللي أنا باكلها. if I eat something with nuts لو كلت شيء فيه مكسرات in it يعني بداخله مكسرات. I will get ill. ill يعني يمرض، سوف إيه؟ أمرض. I eat a lot of fish. باكل سمك كتير and meat ولحم. شوف الصفحة اللي قصادها. الصفحة بعد كده صفحة 327 because لأن they help to make me strong. بتساعدني إن أنا أكون strong يعني إيه؟ قوي. I try not to eat too much fast food. كمان بحاول ان انا ما اكلش كتير من الطعام الايه؟ الطعام السريع because it is unhealthy يعني غير صحي. I eat healthy snacks. باكل وجبات ايه؟ وجبات خفيفة بتكون healthy يعني صحية like fruit زي الفاكهة and vegetables والخضروات. I am lucky. أنا lucky يعني محظوظ because my mother cooks many delicious foods at home. لأن مامتي بتطبخ العديد من الأطعمة اللذيذة at home يعني في البيت. بيقول لي هنا السؤال رقم 1 how old is إسام؟ عماد. طبعا how old يعني كامل ايه؟ كم عمر عماد؟ طبعا هو هنا بيقول لي ايه؟ 14 years old عمره 14 سنة. يبقى نقول هنا ايه؟ 14 years old عمره كام؟ 14 years old يعني عمره 14 سنة. يقول لي هنا why does عماد eat a lot of fish and meat؟ ليه عماد بياكل كتير من الايه او كميات كبيرة من السمك واللحم؟ تمام. بتساعده ان هو يكون ايه؟ قوي. هنقول هنا بيكوز لان لان بقى السمك واللحوم ديت help to make him بتساعد ان هي تجعله ايه؟ strong يعني قوي. بتخليه strong يعني قوي. رقم 3 what will happen؟ ايه اللي يحدث if عماد eats something with nuts in it؟ ايه بقى اللي هيحصل لو عماد كل حاجة فيها المكسرات؟ طبعا هيمرض لانه عنده حساسية من المكسرات. يبقى he will get ill. he will get ill يعني سوف يمرض. شوف بعد كده الجزء الخاص بالاختيارات وبرضه تبع الفقرة. بيقول هنا the word نقط is the opposite of the underlined word unhealthy. عايزين بقى عكس كلمة غير صحي. عكسها ايه بقى؟ strong يعني قوي، healthy يعني صحي، careful حريص
allergic اللي هي الحساسية، طبعا عكسها ايه؟ هو حاجة مش صحية يبقى حاجة صحية. رقم 5 fruits الفاكهة and vegetables والخضروات are healthy ايه؟ nuts مكسرات صحية، ولا سويتس حلو أو حلويات صحية، ولا سناكس وجبات خفيفة صحية، ولا كلوس ملابس صحية. طبعا سناكس وجبات خفيفة ايه صحية. رقم 6 the underline pronoun they هنا refers to they بتشير لإيه وإيه اللي هي بتخليه قوي. fish and meat اللي هو السمك والإيه واللحم، ولا vegetables ولا الخضروات هي اللي بتخليه قوي، ولا fruits الفاكهة، ولا nuts المكسرات. طبعا اللي بيخليه قوي fish and إيه fish and meat السمك واللحم بيجعله strong يعني بيخليه إيه قوي. نيجي بعد كده الجزء الخاص بالاختيارات. بيقول لي هنا تشوز اختر ذا كوريكت انسر الإجابة الصحيحة، والسؤال رقم 1 في الاختيارات بيقول لي هنا ميت اللحم and cheese والجبنة have نقط in them بيكون فيهم ايه بقى؟ شجر بيكون فيهم السكر، ولا تشيبس بيكون فيهم اللي هي الشرائح بتاعت الشيبسي، ولا بروتين بيكون بداخلهم بروتين بيغذوا الجسم، ولا نتس بيكون فيهم مكسرات. طبعا بيكون فيهم ايه؟ بيكون فيهم بروتين. رقم 2 you should be careful لازم ان انت تكون حريص when you use the لما تستخدم ايه؟ knife اللي هي السكينة لما تيجي تستخدم السكينة لان هي حادة، ولا تاول الفوطة او المنشفة، ولا life اللي هي الحياة، ولا كوب اللي هو الكوب او الايه الفنجان. لازم ان انت تكون حذر وانت بتستخدم نايف السكينة لانها حادة. رقم 3 the violin آلة الايه الكمان دي آلة موسيقية. the piano والبيانو and the guitar والجيتار are musical ايه بقى موسيقي. عايزين نقول دول آلات ايه موسيقية. tools اللي هي العدة او الأداة أدوات، ولا instruments اللي هي الآلات، ولا machines اللي هي الماكينات، ولا materials مواد خام. طبعا ديت آلات موسيقية or musical instruments. بعد كده بيقول لي هنا ايه she is using هي بتستخدم ايه to listen to music لتستمع للموسيقى. glasses هتستمع بالنضارة للميوزك الموسيقى، ولا time machine هنا الآلة آلة الزمن يعني أو آلات الزمن، ولا بولز اللي هي الايه السلطانية أو الطبق الغويط كده، ولا هيدفونز ولا تستخدم سماعات الأذن. طبعا بتستخدم سماعات الأذن to listen to music عشان تستمع إلى الايه الموسيقى. بعد كده بيقول لي هنا رقم 5 please من فضلك نقط some tea into my cup عايز يقول له صب لي بعض من الشاي في الكوب بتاعي. هنا pour يعني يسكب أو يصب، ولا بول يجر ويسحب، ولا هنا بيت يخفق ويضرب كده، ولا فراي يقلي. طبعا صب لي بعض من الايه من الشاي في الكوب ايه بتاعي. رقم 6 نقط people can read using braille دي طريقة كتابة كده بنقاط بارزة بيقرا بيها الناس اللي هم العمي بيقدروش يشوفوا. deaf يعني أصم اللي ما بيسمعش. strong الشخص القوي هو اللي هيقرا بطريقة برايل، ولا بلايند الشخص اللي هو الأعمى، ولا اولد اللي هو كبير السن أو إيه أو قديم أو عجوز. طبعا الشخص اللي هو بلايند اللي هو الأعمى. رقم 7 نقط is the opposite of old opposite يعني عكس كلمة إيه عكس كلمة old قديم أو كبير السن. famous يعني مشهور، ومودرن يعني حديث، strong قوي، ولا awesome رائع. يبقى عكس هنا الشيء القديم اللي هي old يعني قديم، عكس كلمة قديم بقى عكس كلمة قديم وهي modern يعني ايه حديث، عكس كلمة قديم وهي ايه كلمة modern حديث. بعد كده صفحة 328 والسؤال رقم 8 بيقول لي هنا ايه do you know يعني يعرف يعني هل تعرف how to نقط music. بيقول له هنا هل تعرف وبيسألوا ايه كيف يتم عزف الايه الميوزك الموسيقى. عندي هنا know how to بيجي لي بعدها على طول ايه المصدر بتاع الفعل. plays في هنا اس played في هنا الاي والدي للماضي playing الاي ان جي هنا المصدر بتاعي.
رقم 9 our city has a lot of air pollution. المدينة بتاعتي فيها هواء ملوث كتير from the. الهواء الملوث ده بيكون من ايه؟ traffic بيكون من المرور أو الازدحام المروري، ولا fields من الحقول هي اللي بتلوث الهواء، ولا farms المزارع هي اللي بتلوث الهواء، ولا plants اللي هي النباتات اللي بتلوث الهواء. طبعا الازدحام المروري والازدحام السيارات هو اللي بيلوث الهواء، مرور أو الازدحام المروري. رقم 10 he looks هو يبدو ايه with his nice clothes بهذه الملابس الايه الجميلة. بيبدو ايه بقى؟ فات يبدو سمين، ولا باد يبدو سيء، ولا old قديم وكبير في السن، ولا smart أنيق. هي smart بمعنى أنيق أو ذكي، لكن بالنسبة لو مع الملابس بتكون بمعنى ايه؟ بتكون بمعنى أنيق. يبقى يبدو ان هو أنيق في هذه الايه الملابس، شيك كده وحلو في الملابس الجميلة دي. الجزء بقى الخاص بتصحيح الكلمات اللي بين قوسين، بيقول هنا are you going نقط، وجايب لي هنا كلمة visit the museum المتحف. هل أنت ستزور أو هل قمت بزيارة الايه المتحف؟ هل ستقوم بزيارة المتحف؟ يبقى are و you و going بعدها to والمصدر to، والمصدر يبقى to visit رقم 2 هدى want اللي هي اختصار will not يعني سوف لا go out تخرج، هي مش هتخرج. if she وجايب هنا بي tired يعني متعب أو مرهق، لو هي مرهقة أو تعبانة هي مش هتخرج. يبقى if وشي عايزين بعدها ايه من verb to be، هتاخد ايه؟ she هتاخد is لأن ده مضارع بسيط، she is tired. رقم 3 would you like يعني هل تود نقط كافي يعني القهوة. في حالة العرض بعرض على الشخص اللي قدامي شيء أو بطلب منه شيء بستخدم some. رقم 4 أحمد eats so أحمد بيأكل إيه أكتر من اللازم. fast food اللي هو الطعام السريع. الطعام أصلا لا يعد، بستخدم معاه مين؟ لا هستخدم معاه مين؟ هستخدم معاه much. بيقول لي هنا الجزء الخاص برايتنج your favorite type of clothes ملابس أو أنواع المفضلة للملابس. إيه هي المفضل من الملابس اللي أنت بتفضله يعني من الملابس؟ إن شاء الله بإذن الله هعمل لكم باراجراف خاص أو فيديو خاص لأهم الباراجرافات للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني.